مدرب المنتخب الوطني المغربي السيد وليد الركراكي يحسم مشاركة بوفال وأناحي في كأس العالم بعد الإصابة. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، المرجو منكم دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، ووضع لايك للفيديو إن أعجبكم. تلقى وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي تقارير طبية إيجابية من فريق إنجي الفرنسي بخصوص صحة اللاعبين سفيان بوفال وعز الدين أناحي. وأكدت مصادر إعلامية أن الطاقم الطبي لفريق أنجي طمأن في تقريره الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب وليد الركراكي على أن الحالة الصحية للاعبين المصابين عز الدين أناحي وسفيان بوفال. وأضاف المصدر نفسه أن التقرير الطبي للطبيب الفرنسي أونغي أكد أن الحالة الصحية للمغاربة عز الدين أناحي وسفيان بوفال ليست مدعاة للقلق، حيث أصيب الأول بشق في الأنف وليس كسرا، وكان سفيان يعاني من إصابة طفيفة. أتمنى لهذين اللاعبين العودة سريعا للمنتخب الوطني المغربي والمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022. شكرا مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.